هو يكون عجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. والنادي الأهلي السنة دي مسيطر على كل البطولات، بطولات الصالات، بطولات كرة القدم. السنة دي مسيطر على كل البطولات، وقال من أول السنة أنا مش هتنازل عن أي بطولة، بتدعيمات الكابتن محمود الخطيب لفرق الصالات، سلة، طايرة، هاند بول. والنهارده النادي الأهلي كسب الاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر 3-1 مجموع الأربع ماتشات. طبعا النادي الاهلي النهارده كسب النهارده 72-70 في اخر اللقاء. طبعا لو كان الاتحاد كان كسب كان هيبقى في مباراه خامسه، ولكن النادي الاهلي خلص المباراه النهارده ويتوج بطلا للمره السابعه لكاس السوبر المصري، والمره الثانيه في تاريخ على التوالي. هنروح لتاني خبر النهارده، والنادي الاهلي لكره اليد صعد لسيمي فاينال بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بانتصار النادي الاهلي على الاتحاد السكندري العريق النهارده. كده النادي الاهلي ضمن ان هو يشارك في بطوله بال فور المقامه السنه القادمه ان شاء الله في مصر، والمره الثانيه على التوالي ان شاء الله يشرفنا ويعمل بطوله ممتازه ويتوج بطلا للبطوله في الاخر ان شاء الله. هنروح للكرة العالمية النهارده. ليفربول عمل مباراة ممتازة وصعد للمركز الخامس وبفرق بونت وحيد عن مانشستر يونايتد. النهارده محمد صلاح عمل مباراة أكثر من رائعة، بالرغم إن هو ضيع انفراد، يعني كان هو والجون وشاط الكرة بأعجوبة بره. فطبعا النهارده عمل 3 اسيست، خد رجل المباراة كمان. النهارده عمل مباراة ممتازة ونتمنى له الافضل ان شاء الله، ويعرف كمان يلعب دوري ابطال السنه الجايه. هو فرق بونت بينه وبين مانشستر يونايتد، ومانشستر يونايتد باقي له مباراه مؤجله، ولكن مانشستر يونايتد الفتره الاخيره ماشي ببطء، يعني ماتش يكسبه ماتش يخسره، نتائجه مش كويسه في اخر الجولات. طبعا مانشستر سيتي تصدر الدوري خلاص، والدوري اتحسم لمانشستر سيتي، وارسنال كده ضمن المركز الثاني. النهارده محمد صلاح عمل 3 اسيست ووصل كده في الدوري الانجليزي ل 56 اسيست. انت متخيل معايا لاعب مصري هو فعلا فخر العرب وصل ل 56 اسيست في الدوري الانجليزي، الدوري الاقوى على مستوى العالم. النهارده محمد صلاح بيوصل ل 56 اسيست. شوف بقى هو كده عدى مين؟ عدى بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق برصيد 55 اسيست، وعدى برضو كمان خوان ماتا، عدى كمان الاسطوره مسعود اوزيل، عدى كمان ايدن هازارد برصيد كل منهم 55 اسيست. بعد الاداء الكبير لحمدي فتحي مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه والدوري المصري وبطوله السوبر المصري، اداء كبير واكتر من رائع، ولكن دلوقتي في كلام ان النادي الاهلي نادي قطر القطري عايزه، والنادي الاهلي دلوقتي قافل خالص على اللعيبه ومش عايز اي كلام في سوق انتقالات بدري بدري والكلام من ده خالص، عشان طبعا نركز في مباراه السيمي فاينال ومباراه الفاينال ان شاء الله في البطوله الافريقيه. نادي قطر القطري بعت فاكس للنادي الاهلي عن طريق وكيل اعمال اللاعب، وعايز اللاعب ب3.5 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي ما ردش عليه وقال طبعا احنا دلوقتي لسه في نهاية موسم، وعندنا لسه السيمي فاينال، عندنا بطولة افريقية وعندنا الدوري المصري، فمش هنفرط في اي لاعب دلوقتي، وهنأجل الكلام في الموضوع ده لحد الصيف اللي جاي. ولكن حمدي فتحي متمسك بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي برضه متمسك باللاعب، واللاعب طبعا ابدى رغبته ان هو عايز يفضل في النادي الاهلي، ولو هيمشي من النادي الاهلي هيمشي على اوروبا. اتمنى ان هو يكون عجبكم.